أمامنا أصحاب الفضيلة موضوع عنون له الأخوة برصاصة الحياة. احنا نعرف رصاصة الرحمة ورصاصة الحياة إن شاء الله والرصاصة للموت ما هي ما هي للحياة. للحياة، لكنها رصاصة الحياة شيخ عايض. على كل حال المقصود بها ما حدث لك في الفلبين، وتناقله المسلمين في كل مكان وحمدوا الله على سلامتك. الآن نريد تفاصيل منك إذا أذنت وأنا وتسمح لي أنا والشيخ سعيد بالتعليق، ونريد تفاصيل ما سمعها الناس قبل اليوم غالبا. يعني تفضل. أنا دائما في خلواتي وفي جلواتي أحمد الله وأقول في نفسي أشهد أنك لطيف، وأشهد أنك حكيم، وأشهد أنك ولي وقادر وناصر. من إنسان يوجه لي 6 رصاصات من قرب ما أقل من متر، ومن العيار الثقيل عيار 45، ويفرغ الرصاصات ال6 كلها في اتجاهي وفي وجهي وفي صدري، ثم أنجو وأراه قتيلا أمام عيني، يقتل هو وأنا أعزل ما عندي سلاح، لا إله إلا الله، وأذهب. أنا دعيت إلى الفلبين مع الشيخ محسن الزهراني للدعوة، وكنت يعني في أمن أنه ما هناك مطمئن. قالت الوالدة كان مع خدامة وأخبرت أن تلك المنطقة خطيرة، فكلمت الوالدة وحاولت تثنيني، قلت متوكل على الله، هم 120 مليون الفلبيون، يعني أنا الحين مخطط علي أنا بينهم. قالت استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ورفعت يديها، وهو من الدعاء العظيم. والوالدة الحمد لله قريبة وتحفظ كثير من القرآن. الله. فذهبت وقلت لصاحبي دعنا نردد حسبنا الله ونعم الوكيل. من انطلاقنا إذا يقول سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الله. دعي في ذاك المحاضرة هي في جنوب الفلبين بساعتين بالطائرة، وتأخرنا عن المحاضرة، فقلت لصاحبي شيخ محسن ما رأيكم نقدم ورد المساء لأن قد ننشغل بالمحاضرة، لأن تتصل يكون 3 ساعات، المغرب مع العشاء مع بعد العشاء. نعم. فقدمنا أذكار المساء، ومن حديث كعب الأحبار والله ما نسيته بل كررته 3 مرات. ما شاء الله. الذي حمى الله كعب لأنه أسلم من اليهود، يقول ابن كثير وغيره، قال كعب والله لولا هذا الدعاء لصيرني اليهود حمارا بالسحر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاورهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم، مع أذكار المساء. الله أكبر. فلما ذهبنا وألقيت المحاضرة عن لا تحزن وعن محاسن الإسلام ودعوت في الإسلام لأن في يعني عدد من المسيحيين، وأسلمت امرأة، اتجهت للسيارة وركبت، حاول رجال الأمن أن أركب في الثاني لأمر الله في الخلف. قلت دعوني أريد الأولى لأن المسافة يقول عن العشاء العلماء ينتظرون والدعاء في مكان في قاعة أخرى. نعم. فركبت وفتحت القزاز زجاج، وهذا من فضل الله. يقول الطبيب الحمد لله لأنه لو كان في وجهك كان صعب. القزاز. ولما بدينا وإذا بالمسدس كنت أنا أتبسم للناس وأشير بيدي من باب جبر الخواطر، وتحييهم، وشاب يجيك فلبين يتصور معك، واحد يحييك واحد يمدده، فمددت يدي وهذا يحيي وهذا أخذ معه صورة سيلفي وكذا. المقصود وإذا بالمسدس بين الجوالات، وإذا يسدد أولا اللي هو قصد القلب، لأن هذه الضربة القاتلة في العالم التسديد القلب. نعم. تلقائيا كانت يدي على صدري من حفظ الباري سبحانه. وإذا العناية لاحظتك عيونهم فالحوادث كلهن أمان. ما عليك، يقول عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عار من الأطم. الله سبحانه. فلما حصل ضرب الضربة الأولى فوقعت في كفي، أنا شعرت بمثل الصعق الكهربائي في كل جسمي. نعم. من الضربة الأولى. أيوة. ووقعت في كفي هنا فكسرته كسرا مضاعفا العظم. أيوة. ثم دخلت إلى المعدة بجانب القلب تماما إلى القولون. الله. أتى في الثانية ضربني هنا بالرصاصة، وضربت على الكتف، أجروا عملية بسيطة جراحية من خارج. نعم. سلم الله يعني العظام وكل شيء. الحمد لله. ثم الثالثة أخطأت من هنا. نعم. أتى من الجهة الثانية وسدد علي الرمل، استدار في 9 ثواني. وصاحب السواق اسمه عبد الواحد فلبيني يقول اني اندهشت مذهول، ما حاول يتحرك، ما حاول ما سبحان الله. فرجع الينا هناك ثم سدد واحدة فضربت هنا فوصلت الغضاريف ولم تصل العظم. عطلها يقول الطبيب الشحم، هذا من فوائد السمنة والشحم احيانا نعم الله. طيب. والأخرى أخطأت، أصاب زميلي وصديقي تركي الصايغ نعم. بجرح في فخذه ونجاه الله سبحانه. الحمد لله. ونظرت إلى صدري وكالذبيحة إذا ذبحت الشاه مذبوحة. عجيب. صب الدم. حرارة. والله يا شيخ إن أول قضية ذكرتها أني ما ذكرت أي قضية إلا أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله إني ذكرت حديث عبادة بن الصامت، أقسم وأنا أقسمت للناس في ذاك الموقف وأنه في الصحيحين. يا سلام. قلت وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق بصوت، وأن النار حق. الله. ثم مشينا مع المشهد وأنا أنظر إلى الدماء تسيل ورجال الأمن يسحبوني. نعم.
وتعرف مزقوا ملابسي والله يعوضني خير، منها فنيله يعني فنانيل جديده اخذتها في الرياض ومن الغاليه سبحان الله، اراها امام عيني تقطع، الله يعوضني وياكم غاليه لكن الماركه قويه. لكن قلت ما دام الروح بتذهب خلي الفنيلها معها وتمشي والملابس والبشت ومزقوا البشت ايضا والنظارات. طيب بالله خلنا هنا لحظه، الان انت ضربت والرجال راح من هناك ثم لحقه من قتل الامن ولا شيء؟ الامن مسلم قتله وسدده بالرمي وارداه قتيلا. الله يبيض وجهه. نعم. هذا رجل الامن هذا معكم من اول معد ولا ما تدرون؟ لا في الجامعه من رجال الامن تبع الحكومه ولكنه في الجامعه ومعه سلاح. معه سلاح جاهز. طيب الان الان اول من اخرجك من السياره، انت الان مضروب في السياره. رجال الامن مع اخوه من الدعاة هناك واقفين في سيارة أخرى. في سيارة أخرى. آخر مشهد رأيت فتاتين أغمي عليهم وسقطنا. الله. فأسألهم بعد ما فكت من العملية بعد الفجر قلت أنا شفت فتاتين سقطوا، قال سقطوا 200 فتاة. الله. 200 امرأة. الله أكبر. اللي شليناهم من المستشفيات. يعني سمعوا الرصاص والمنظر استعظموا المشهد. نعم. طيب. سحبوني وكنت يعني 7 إلى 8 ثواني وأنا مدرك نفسي. جاني الشيخ محسن في الدقائق الأخيرة يتطمن عني وطمنني عن نفسي، سبحان الله هو يقرأ أوراد أيضا. نعم. ولله في خلقه شؤون. سبحان. فلما أخبرني قلت بلغ الأهل سلامي والوالدة واستودعكم الله الذي لا تضيع وصية. والله في تلك اللحظة أني ذكرت الشهادة، قلت سبحان الله من أنا يكرمني ربي في دعوة بعد محاضرة بالشهادة. ما شاء الله عليك. لأني شفت الدم خلاص ما شاء الله والرصاص في جسمي. إيه لكن شوف وش تفكر فيه. وقلت هذه الحياة بتنتهي كذا وكذا إلى أن نتفكر في عالم الشهادة، عسى يقبلني أنا من أنا يعني يشرفني. فسحبت ثم أغمي علي. طيب. فلم أشعر 8:30 في العشاء. أيوه. وانتقلت في عالم آخر. ومع صلاة الفجر بعد صلاة الفجر وإذا بالذي ينبهني السلام عليكم السلام عليكم إلى الشيخ محسن جنب السرير. فأفقت وإذا بالمغذيات وسقف المستشفى. قلت أنا صليت الفجر، قال نحن فجر. والله ذكرت عمر بن الخطاب في تلك اللحظة. يا سلام. فأتوا بتراب لي. طبعا قلت السنة ما يمكنني لأن عندي مسكنات وحالة مثل الإغماء. أيوة. قلت خلني أصلي الفريضة. أيوة. وعمر لما أفاقوا أنا لا أصلح أن أكون خادم له، يقول أنا صليت وكذا. قالوا يا أمير المؤمنين قطعت عليك الصلاة ما تممت. قال خلوني أهم أمر عندي أن أصلي. فكمل الصلاة فصليت الفاتحة وقل هو الله أحد في الركعتين. شوف هذه النعم يا أخي. إيه؟ شوف وش يفكر فيه. وأنا كنت أحمد الله هذا التثبيت. لأن يدخل علي أطباء ممرضين غير مسلمين، قلت يا رب جعلتني مسلم وصلي، أمر عجيب. وإذا بالطبيب الذي جميري الذي أجرى للعملية وإذا يبكي أمامي بدموع وشاف الشيخ محسن قال الذي وقع لك لطف من الباري فوق قوة البشر. أنت نحن يقول تدخلنا 1% وعناية الله 99%. الله. دخلت والخطر 10 في 10 ونجوت. الله. الرصاصة مرت بجانب قلبك ودخلت فيك وثم 6 رصاصات توجه لك وتنجو. الله أكبر يا أخي. أنا حمدت الله في تلك اللحظات أمور يؤتى لي بالتراب وتفكر يا أخي في يسر هذا الإسلام سلام سماحة الإسلام. صل بالتراب وأنا على ظهري، صل وأنت على ظهرك. الله الله. والنوافل ما النوافل تقصر أقصر. أهم شيء أن تعترف بالوحدانية. أهم شيء أن تصلي لله. ثم يهديك الله من بين الملايين وإذا هم لا يصلون وأطباء وكبار وكذا سبحان الله ثم يتولاك. ثم السكينة التي نزل عليك. والله ما انزعجت وشاف الشيخ محسن والله إني كأني في مجلس أنس. سبحان الله. وإني لم أجد من القلق ولا من الاضطراب وإني كأني ضربت بعصا فقط في يدي. الله. وظهر هذا ظهر في كل التصرفات. يا سلام يا أخي. وإني حتى يا الأطباء يسألوني ولا اللي يأتي منهم والمسؤولين واللي يسلم ما شعرت أقول سبحانك يا ربي كيف تنزل هذه السكينة. يا سلام. وكأنه ما حصل شيء وأرى السلاح أمام عيني وأرى يعني لحظات ثم أجد من اللحظات ثم أنتقل قلبي وأنا في أثناء العملية والإفاقة ومع المسكنات تعرف الضرب وكذا والعمليات كانت عمليتين في ليلة واحدة. عملية في العظم ترميم العظم وشق البطن من أقصى الصدر في أعلاه إلى آخر البطن مشقوق وترقيع الأمعاء والأمعاء وكل شيء. ومع ذلك أنتقل والله شيخ في حياتي نادر أنتقل إلى سورة آل عمران ما أدري إلى غزوة أحد قرأت أنت علينا شيخ مسعود في الفجر اليوم وأعيش اللحظات. وإذا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ولقد كنتم تمنوا الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم الموت. وإذا الآية معي قل هل تربصون بنا وأنا أتذكر في المعتدي هذا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بيدنا فتربصوا إنا معكم متربصون. وبعدين وأتذكر إن تسهم حسنا تسؤكم وإن تسؤكم سيئة يقولوا قد أخذنا أمرا من قبل ويتولوا هم فرحون قل يصيبنا إلا ما كتب وإذا هي معي وأرى في المنام بعض مشاهد أحد.
يا أخي خلينا نوقف هنا، لأن هذا مهم جدا شيخ عايض. نتكلم عن تجربة شخصية عمرها 3 شهور من رجل يقصها بنفسه. انظر إلى هذه النعم من الباري سبحانه وتعالى على إنسان نحسبه إن شاء الله على خير، عايش مع القرآن ومع الدعوة ومع السنة ومع كذا. شوف ايش المشاهد اللي مرت عليه في لحظات نعدها لحظات موت ذاك. نعم، ولا أحد يتذكرها. يقول ما ذكرت إلا الشهادة. نعم. وتذكر موقف عمر وأقرأ الآيات. شوف كل اللي ما مر عليه أمور أخرى ثانية. هذا الذي يقصد يعني به حينما يدعى الناس إلى أن يعيشوا مع دين الله، مع كتاب الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول هو الثابت التثبيت. نعم. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول يا سلام. ولا زال أقول كلمة يا شيخ: لا ترعب ولا تهولك المصائب ما دام الله معك. أكثر من ذكر الله واتصل به، والله أن يسهل عليك أي مصيبة جل شأنه، وإنها تتحول في صالحك. قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. شيخ عايض، أول محادثة جرت بينك وبين أهلك بعد الحدث متى كانت؟ اتصلت بابني عبد الله: تصدق يا شيخ أن أهم شيء في حياتي أن لا تدري الوالدة. فقلت لابني عبد الله: تكفى، لا تدري وبشرك أني بخير، لأنه بدل وكالة وعين لي طيب بعد ما أفقت طبعا من العملية. أيه. فماذا حصل؟ جو الأهل شوف من الطرفة. نعم. جو ففصلوا الجوال عن الوالدة، وعندها قناة المجد في التلفزيون ففصلوه، وقال الوالدة قطار الرياض يشتغل وأصبح عند البيت. قطعوا الأسلاك. وصدقت الوالدة. نعم. وقطعوا كل الاتصالات الأرضية والسماوية. قالت الله المستعان. وأقبلت الوالدة تسبح وكذا. حتى شوف الفترة كلها التي مكثت أسبوعين أو أكثر ما تدري. وبنتي لما جاء الخبر، كان معي الشيخ محسن، بنتي أسماء وهي الحمد لله من الحافظات العبدة، أغمي عليها. الله. فأتت الوالدة قالت: ما لها؟ قالوا يمكن نوبة ولا مدري شمس. فقرأت عليها الوالدة وهي ما تدري بالخبر. الله. أخبرني ابني لما زاني في الفيلم، قلت: كيف أهلك؟ قال: طيبين بس أختي أغمي عليها شوية. قلت له كذا: ليست أكرم على الله ولا أشرف من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ترى أباها في أحد يضرب في وجهه ويشج وتعالج، وهي ترى السلا يلقى على رأسه. فنحن خدام من خدام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تبارك الله. كل الخواطر والأفكار إن العناية كانت معنا من لطف الباري سبحانه وتعالى. ولا والله ما زادتني إلا إيمانا وثباتا، وإني أقول لإخواني: يا أخي سبحان هذا الملك العظيم. حتى أنه أسلم أناس في الفلبين، وهنا أسلم هنا ما يقارب 56. الذي أتاني في المستشفى يمكن 25 وقالوا 36. جابهم الدكتور علي المالكي ما شاء الله. وكانوا يدخلون علي وأنا صاحب دعابة وطرفة. نعم. من ضمن 3 مواقف جاني مشايخ قلت للشيخ سعيد، فقلت لما رأيت العلماء زاروا قلت: اطمأننت على الإسلام بعدي، لأني كنت أدعو أن الله يحفظ الإسلام بعدي فهو في حياتي محفوظ بحفظ الله. قالوا: إن المجوس استهدفوك لأن التحقيق الفلبيني أظهر أن هذا له يد في إيران كما أخبرني سعادة السفير، سوف تظهر الحقائق. قلت: ترى هذا المجوس استهدفوا شخصيتين في الإسلام، عمر بن الخطاب وأخاكم العبد الضعيف. الله رضي الله عن عمر. والله أنك أهل. أنا خادم من خدام عمر. أنت عمر هذا العصر يا أخي. نعم، عمر هذا العصر. وكنا ودنا له بالشهادة يا شيخ، ولا لا؟ يعني يكون أنا كان ودي له بالشهادة كامل. أنا حقيقة رغم حبي له ورغم أن الخبر يعني نزل علي نزولة صاعقة وأصبت بذهول. الله. حتى أني والله ما قدرت أسوق. كنت الله. في طريقي لإلقاء محاضرة. الله. ويأتيني الاتصال من الأهل، قال وكانت منزعية جدا. قالت: في خبر ما هو بزين لكن الله لا يجعل. قلت: قالت: اغتيل الشيخ عايض ومعه 5. أي نعم. فوالله صحت ووقفت السيارة ووضعت يعني يدي على رأسي وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قلت وأذكر في نفس اللحظات قول الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قلت: أي شرف أعظم لعائض من هذا؟ صحيح أن العاطفة تمنعنا من نحن نفارقه، لكن ما دام أجره على الله، أجل نبغاه يعيش يكون أجره علينا؟ لا، أجره على الله. فعزتني هذه الآية شوية. وإذا بالخبر يجيني قالوا: لا أبشرك سالم، بس إصابة بسيطة وما هو 5 اللي ماتوا معه، 1 أو 2 ويمكن ما في أحد. فبدأت أهدأ. طبعا اتصلت بالشيخ ما كان بإمكان، اتصلت باللي معه ما كان بالإمكان. والله إني فكرت أسافر، لكن قلت: كيف أسافر وماذا سأصنع؟ والطريق والطائرات وهذا، وخفت زيد أيضا إني أروح فأموت أنا هناك يقتلوني، لأني أكثر شهرة منه. الفلبين يخافون مني أكثر منه. اي والله. لكن قلت: لا، غير هو ولا أنا، يموت هو اي نعم وأنا أسلم علشان يبقى الإسلام، لكن يموت الاثنين ولا نعم. وخلالك الجو فبيض يوصل. يا شيخ أنا أسجل موقف من باب الثناء على أهل الفضل. وأمرنا في الإسلام من يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. كان من أول من تواصل معي
الملك سلمان ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين. تواصل معك. نعم. وأنت باقي في الفلبين. والباقي في الفلبين، وأمر بطائرة خاصة لنقل من هناك، وكان يستعجلنا في النقل إلى الرياض. وجند السفير بيض الله وجه السفير وجوهكم، اسمه الدكتور عبد الله البصيري سفير الملك خادم الحرمين في الفلبين، حول المستشفى إلى ضيافة وجند نفسه وأعضاء السفارة. جزاهم الله خير. فهذا من وأشكر أهل العلم وأهل الدعوة على رأس فضيلة الشيخ الدكتور سعيد مسفر، ألقى خطبة في جدة وصلتني في الفلبين ووصلت الأخوة هناك ودعوا له، وهذا من الوفاء، لأن علاقتي معه ليست الآن من زمان، كما يقول دامائي عند المنذر بن محرق أرى ظاهر الدنيا بهم سار مزهرة، يدير علينا فضله وكساءه مناصفة والحضرمية المحبرة. الله يجمعنا وإياكم بهذه المحبة في فردوس الأعلى. شيخ عايض، أنت تركنا الوالدة وهي مقطوعة عنها اتصالات الدنيا. أول معرفة لها بالخبر أو تواصل معها أو حديث لك معها أتينا بحيلة أيضا. أيوة. فلما وصلت إلى الرياض وصلوني في الطائرة، قلت الآن بنحتال، قولوا أنا بكلمها في الصباح إذا قامت، وأقول يا أم أنا رحت الفلبين، وكنت أكلمها أنا ترى في أثناء بعد العملية. وأسلم ناس قالوا ما دام تسلمون فاستمر. أيوة. لأن حريص عليه. قلت في زملائي قلت بيسلمون الفلبين ثم أمر على اليابان بجنبي ونكملهم. قالت مسلمين. فكذا. فلما جيت اتصلت الصباح واخبرت، قلت لكن لما جينا من الفلبين تاثرت يومه من البرد والزكام مثل الحمى، ونزلت في استراحه مريحه، ودي تجيني انت واخواني، وان لما تبغين تجين انا باجي. قالت لا باجي ما في الرياض. في الرياض. فاتوا ما درت انها مستشفى الحرس الوطني، لأنه ضيافه وكذا. فدخلوا، فقمت انا كانت يدي كلها محجبه وعلي ثياب المستشفى، فالف لي شرشف كبير. وواجه عند الباب وسلم على راسه وعلى يدها وجلسها قدامي، وكانت كثيرة الذكر والتسبيح. ما شاء الله عساك طيب، متأثر أنت؟ ولا شعرت بيدي. فأخبرته، ثم أتيت أتنزل في الحديث، قلت سبحان الله دعائك هذا شيء فوق الوصف. والله أنه صحيح. لأني قلت استودعك الله، وأخذت أمشي شوي وأمشي. قالت ايوه. وبعدين قلت ولكن واحد أتى يبغى سبحان الله سوء، نجانا الله سبحانه أبشرك، وما ما أصبنا بشيء. وجيت أسهل موضوع إلى أن وقعت في السالفة. طبعا سالت دموعها لكن بثبات، قالت الحمد لله إنا لله أمام إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله إني أراك أمامي. الحمد لله. قلت أبشرك سلامات وكل شيء. إلى من موقف الطريف كان بعض قرابتي يقول أعطاني سواك علشان أعطي الوالدة. وأنا يدي اليمنى ما طبعا ما أقدر. واحرجني بهذا، فاخذت باليسار واعطيت الوالده. قلت ما حصلت الهديه انت هذا. لان السواك الان في اليد اليسرى شويه، لكنها بعدين انتبهت قالت مالك؟ قلت انا يدي هذه متاثره شويه. فتسهل الامر الحمد لله. الحمد لله. لقد احدثت هذه الحادثه للشيخ كرامات. نعم. من ضمنها 3 كرامات. نعم. يمتن الله بها عليه. نعم. اولا ياكل بشماله مثل الشيطان. نعم. الناس كلهم ياكلون بيمينهم الا شيخ. ثانيا يصلي جالس مثل الشيبان. ثالثا يعني لا يسجد على الارض. كرامات. مثل نعم. قد صلى سيد ولد ادم، صلى جالس بابيهم صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا ويصلي في البيت مع النسوان مع الطب المسجد من ذاك الساعة. الشيخ سعيد حفظك الباري لا يروح الا في دول معروفه، هو عنده يروح السويد والدنمارك. اما الدول التي فيها احداث وفيها قلاقل وفيها اضطرابات معروف عند الشيخ، يقول انا ما استطيع اسافر، ما اروح لها ابدا بعد ال70 لا اسافر، لكن تعال به في تركيا ابشر برجال.